فأكيد أنها مباراة صعبة لأنه ضد منتخب سعودي محترم. يكفي نقول لك بأن مؤهل لكأس العالم، كيضم لاعبين واحد المستوى هائل، لا تقنيا ولا من الناحية البدنية، كذلك دي جوور تري اكسبلوزيف، وكذلك مدرب اللي محنك واللي عندهم تجربة ما يكفي. عندهم كذلك لافونتاج يعني أنهم لاعبين مع بعضياتهم سنوات، لي اوتوماتيزمات يعني عندهم واضحه، ومنظمين من الناحيه الدفاعيه، منظمين كذلك من الناحيه الهجوميه. بالنسبه لنا احنا فريق اللي يلا كيكون نفسه، منتخب اللي لاعبين كاين في اول مقابله يلا لعبوا بعضياتهم، اول مقابله في مقابله رسميه ضد منتخب القمر، المقابله الثانيه ما كناش محظوظين بداك لو كارطون روج. اذا المقابله الثالثه نزلتنا في واحد الموقف اللي صعب، خصوصا اننا يعني من قوسين بزاف ديال اللاعبين. كان عندنا اللاعب المليوي كنا كنمنيو النفس باش يكون معنا، كان عندنا اللاعب مهري اللي كذلك تعاطف في اخر مقابله قبل الالتحاق، اللاعب بن شرقي، كذلك اللاعب هنوري في اخر تدريب تعطب، فكذلك حتى النقص كنا من قوسين. فالمقابله الاولى دازت بواحد الطريقه، كنا من قوسين لاعبين كثار. المباراه الثانيه كان عندنا المشكل ديال الطرد. هذه المقابله نزلتنا في واحد الموقف حرج، خصنا ما نهزموش ولاعبين ضد منتخب قوي. فهنا كان الجانب السيكولوجي لعب واحد الدور كبير. وبهذه المناسبه كنشكر اللاعبين على الروح ديالهم، على لا بيرسوناليتي ديالهم، على التنظيم لا ديسيبلين تاكتيك ديالهم، اللي جعلات خصوصا على المسؤوليه والحب ديال القميص، اللي جعلات خصوصا على المسؤوليه والحب ديال القميص الوطني. كيعرفوا الحق ديال حمل الرايه الوطنيه والقميص الوطني، وما يمكن لي الا نشكرهم على هذا الشيء اللي ابانوا عليه اليوم. 3 نقاط مهمه بالنسبه لنا. ننفع حوار الحديث الرئيسي وهي المباراة من الناحية الفنية. مبروك للمنتخب المغربي الفوز على المنتخب السعودي. كنتوا في حاجة للفوز عشان تتأهلوا إلى الدور المقبل، حتى كنتوا في حاجة إلى التعادل، ولكن استطعتوا تطلعون في نتيجة 3 نقاط والتأهل للدور المقبل وأول المجموعة في نفس التوقيت. يعني أنت اللي جيت من الخلف، احنا نسميه الجواد الأصيل، الجواد العربي الأصيل، ها، ليأتي من الخلف مباشرة. صحيح. ويلتقط في الأمتار الأخيرة اللقب. صحيح خالد، وانا قلت على انه يجب يعني ان نبدا المباراه بالبحث على هدف التسجيل. لا يجب ان ننتظر الى اخر 10 دقائق، ممكن تلقى يعني اي هدف ومن بعد يعني تكون الصدمه. يعني الحمد لله انه المنتخب، ولو انه الجانب الثاني اللي هو المنتخب السعودي قام مقابله اكثر من رائعه، اظن انه تحكم في مجرى اللقاء، لكن المنتخب المغربي عرف كيفاش يرد. يعني اول وصول يعني افتكاك الكره ضغط، وهذا يعني يوضح واحد الشغل دفاعي اللي هو جدا ممتاز، واشار له يعني طارق السكيتي مدرب المنتخب المغربي.